الاتحاد المغربي للشغل يحيي عيده 67 في أجواء يعيش فيه المغرب منذ مدة غليانا اجتماعيا لم يشهده من قبل. إضرابات عامة، احتجاجات تجتاح كل القطاعات خاصة منها الحساسة، التعليم، الطب والنقل. وإن اختلفت المطالب إلا أنها تصب جلها في خانة رفض السياسة الممنهجة من قبل حكومة عزيز أخنوش التي تصر على غلق أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعيين. بالطبع هنا قطاعات أخرى متضررة وعشرات الآلاف من الأجراء يوجدون في وضعية صعبة. احتفاليات الاتحاد المغربي للشغل لم تخلو من نداءات التنديد ضد التضييق الممارس من قبل الحكومة ضد الحقوق والحريات الفردية بالبلاد، كما استغل الاتحاد المناسبة للتذكير بحق الإضراب والممارسة النقابية المكفول في المواثيق الدولية والدستور المغربي، مستعملا في ذات الوقت خطابا شديد اللهجة للتأكيد على أن الاتحاد بجميع فروعه العمالية مستعد للرد بصرامة بكل الوسائل النضالية المشروعة. بالطبع يجب على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الخطوات من أجل حماية القدرة الشرائية. هذا وأعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استعداده للاحتجاج في مظاهرات عامة ضد تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد الفوارق الاجتماعية وارتفاع مؤشر الفقر والتهميش الاجتماعي في المغرب.